السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه اخباركم؟ هقدم لكم النهارده كبد وجوانس اسكندراني. كبده اسكندراني يعني، بس انا عاملاها كبد وجوانس. معانا حوالي كيلو كبد وجوانس، انا غسلاها ومقطعاها، وبصل وطماطم شرايح اهي، ومعانا فلفل اسمر وكمون وجوز الطيب وحبهان وورق لورا وملح. احنا معانا زيت على النار، هروح نشوح البصل شويه. جوز النهارده اللي بيطبخ بقى يا بنات، اتفرجوا على طبق جوز. متنسوش يا بنات الاشتراك واللايك للفيديو وتفعيل الجرس. لو عجبكم الفيديو ان شاء الله شيروه مع اصحابكم. نشوح البصل اهو. افصل الكاميرا شويه يا بنات عبال ما بصوا يا بنات، انا دبلت البصله بدبل البصله، ونضيف الطماطم اهو. هي المفروض بيبقى فيها فلفل اسمر يا بنات، فيها فلفل رومي، بس انا ما بحطلش فلفل الرومي عشان انا عندي عيله صغيره ما بتحبش الفلفل الرومي. ده على حسب رغبتك، وممكن تحط لها فلفل اخضر حراج عادي، فلفل الوان ماشي، تمشي اي حاجه. كل واحد بيعملها بالطريقه اللي هو يحبها. هنقلبها تقلبتين تلاتة مع بعض كده شويه، وبعدين هنضيف بقيه الحاجات. هنضيف بقى اللحمه معنا كبد جوانس، وهنحط التوابل كلها. ده ورق لورا. نسيبوها شويه يا بنات. بس يا بنات ادي احنا بنقلبه فيها اهو لحد ما تاخد لون مع بعضها، وبعدين هنضيف لها الميه ونسيبها تستوي على النار. استوت لها حوالي ربع ساعه كده ولا حاجه. بتقلبي فيها كده لحد ما تاخد مع بعضها كلها سوا كده، وبعدين تضيف لها الميه بقى. هنعمله معاها بقى النهارده رز بشعريه، وعندي فراخ تانية بسويها على النار واحمرها، هوريها لكم برضه.
يا بنات احنا قلبناها لحد ما قربت تنشف خالص اهي. هنضيف المية، نضيف كوبايتين مية ونسيبها تستوي على النار اهي. في ناس بقى بتسويها منها ببعضها كده، وفي ناس بتسيبها تحط لها مية وتسويها. هنسيبها حوالي ربع ساعة ولا اكتر على، هنغطوها ونسيبها بقى يا بنات تطيب مع نفسها، وهبوريها لكم لما اخلص. بصوا يا بنات، ادي الكبدة اهي مع الرز على شعرية بعد ما خلصتها وغرفتها. وادي معاكم طبق تاني اهو الكبدة. وادي بقى الرز بالفراخ اهو. دي الفراخ برضه اللي انا قلت لكم انا عامله فراخ معاه.